بخت حول لي فرد 5 دفاتر، اقل شي 3. اذا مستلم مليار واذا مستلم 4 راح اطيح صبغك. كلب 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 بخت. اوكي، بتحول لي هسه وتخابرني، تنسق مع قصي زين حتى اشتري هدايا. يلا عم الزعيم، السلام عليكم. الله يحفظك. المشروع كالآتي: تخابرنا أنا سيد أركان، تخابرنا أنا محمد الحلاوي، وتخابرنا أني مهندس قاسم. المشروع ب24، مأخوذة من عنده 7، وبعد بيه صك ب3 ما مصروف. الصك ابو 3 ما مصروف، اللي هو بيه حساب يصفي حساب خاشع. يبقى بالمشروع 14. ال14 اتفقنا انا والحلاوي ياخذ من عندها 7 وينطينا 7. من ضمن هاي ال7 ناخذها الفلوس مالتي اللي صرفوها قبل العيد، مال محولات القديمة اللي على اساس ناخذ بيه مصفحات للاعضاء، وايضا بفلوس مال محولات مال مشروع الاستقطاعات. فمن ضمن هاي ال7 اللي المفروض ناخذها احنا، يعني احنا عندنا بيها التزام. فاتفقنا انه ال14 صافية، ما حد له بيها شيء، خاشع يتصفى حسابه بالصك المتبقي ب3 بعد ما مصروف، وينتهي الموضوع. ففهمت سيد أركان وايضا الحلاوي نفس الكلام، وتفاهمنا احنا ومهندس قاسم، ويعني يصفي حساب خاشع بهذا الصك اللي ينصرف ابو 3. احنا بدنا نحكي على 14. ال14 اللي متبقيه ما حد الا بيها كل شيء. الوحيد اني اللي بيها التزام مال الفلوس اللي انصرفت على مشاريعي بالكهرباء، وهم المفروض يرجعوها، فيرجعوها من يا باب، يرجعونها من هذا المشروع لانه ماكو غيره. فصار هيك التفاهم، بس مجرد حبيت اوضح لك، وفهمت سيد أركان.